هنعمل ايه مع بعض النهارده يا حبايبي؟ هنعمل احلى تورتايه لاغلى حد عزيز على قلبي. كل سنه وهو طيب والعمر كله ليه. ربنا يوفقه ويسعده يا رب. بصوا جمال التورتايه. طبعا انا عاملاها له على ايدي. بصوا الجمال. تورتايه تحفه، حاجه كده فاخر من الاخر. تكلفه بسيطه، تزيين بسيط، حاجه كده جميله جدا جدا جدا. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، والعمر كله ليك في سعادة وهنا ان شاء الله، وتحقق كل امانيك. يلا حبايبي نشوف جمال التورتايه دي عملناها ازاي. بصوا الجمال. بصوا جمال التورتايه حبايبي، تحفة. يلا نشوف احنا عملنا ونبدأ ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. مطبخ الإسراء. هنعمل مع بعض تورتايه لحد عزيز على قلبي، هقول لكم في آخر الفيديو هو مين. بس أتمنى منكم دعوة حلوة ليه كده، ربنا يوفقه ويسعده ويحفظه من كل شر يا رب. وهنعمل مع بعض التورتايه عشان هو عيد ميلاده النهارده. ماشي. هنقول المكونات بتاعتنا او المقادير. انا عندي نص كوبايه سكر، وعندي كوبايه ونص دقيق، وعندي باكو كيك شيف او بيكنج باودر، وعندي فانيليا، وعندي 4 بيضات. لو البيض صغير بخليه 5، بس لازم يكون بدرجه حراره الغرفه. وعندي رشه ملح ومعلقه خل. يلا نعمل مع بعض الاسبونج اللي احنا هنعمل بيه التورتيه بتاعتنا النهارده يا حبايبي، ونبدا. ويلا نقول بسم الله. هنبدا مع بعض يا حبايبي، وهنكسر البيض. طبعا لو انتي مش حابه تعملي بالدقيق، بتجيبي دقيق سبونج، بتحطي له 4 بيضات ونص كوبايه ميه سخنه، وبتروحي جايه ضرباه بالمضرب، وما تحطيش اي اضافات ليه، وبتحطي البيض ومعاه فانيليا والميه السخنه. تمام كده. انا هحط ال5 بيضات بتوعي لان البيض صغير وبدرجه حراره الغرفه. تمام كده. في معلقه محسن جل ما قلتلكوش عليها، وفي نص كوبايه ميه. تمام كده يا حبايبي. هنعمل ايه؟ انا كسرت البيضه اهو زي ما انتم شايفين. هحط نص كوبايه السكر، واحط الفانيليا عشان اضرب بقى الاسبونج بتاعي كويس. بصوا طبعا انا بجيبها باودر، فانيليا باودر، بتبقى جميله جدا. تمام كده. اضرب بقى، وبعد كده نرجع لبعض تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، ضربت البيض والفانيليا والخل والسكر. تمام كده. عندي معلقه المحسن جل، معلقه كبيره كده. بصوا هنزل بيها واضرب بقى لحد ما يعلى معايا بفوليو عالي كده، وبعد كده نشوف هنحط ايه. وهنحط رشه ملح سنه بسيطه. هنضرب بقى ونرجع لبعض تاني. بصوا يا حبايبي الاسبونج بتاعي رفع ازاي ولونه ابيض. بصوا بعرف ان هو ناجح لما بيعمل علامات كده معايا. بصوا العلامات بتبقى ثابته. طبعا المقدار مقدار الصاج 30 في 40. احنا هنعمل مقدارين، هنعمل صاجين، فده المقدار الاولاني. تمام كده. هكمل بقى ضرب وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي انا خلصت ضرب. دلوقتي هعمل ايه؟ هنخل الدقيق. طبعا انا نخلاه مره قبل كده، بس لازم انخله تاني عشان ادخل كل الهواء فيه. تمام كده. بصوا كده اهو. واحط باكو كيك شيف كده، يبقى الاسبونج بتاعنا جاهز. هضرب وبعد كده هحط نص مج الميه السخنه دي، ميه سخنه مغليه. على ما بتيجي تحطها بتكون هديت شويه. هتقولي ميه مغليه هتبوظ الكيك؟ لا، ما بتبوظش الكيك، تبقى اخر حلاوه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، الكلمه الحلوه اللي بستناها منكم، ودعوه حلوه لصاحب التورته بتاعتنا النهارده. تمام كده. هفتح بقى قبل ما اقلب الكيك بتاعي. عايزه تقلبي بالمضرب مفيش مشكله، عاوزه تقلبي بالاسباتيولا مفيش اي مشاكل. تمام كده. انا هقلب بالمضرب، بس هقفل الصوت علشان خاطر الصوت عالي. قلبت بقى الدقيق الاسبونج بتاعنا. هنحط نص مج ميه سخنه. تمام كده. ونقلب وبعد كده نرجع لبعض تاني. بصوا يا حبايبي الاسبونج بتاعنا، بصوا كده جاهز. هعمل ايه؟ هجيب الصاج بتاعي. طبعا انا مبطناه بورقه زبده. تمام كده. وهنزل بقى بالاسبونج عليه.
بصوا يا حبايبي هننزل بقى بالايه، بالخليط بتاعنا بتاع الاسبونج. بصوا الجمال ناعم معايا ازاي، سهل وبسيط. بصوا طبعا ادخله على درجة حرارة 150، بياخد معايا 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، مخلوش ياخد لون. تمام كده. هسويه طبعا بالاسباتيولا بتاعتي علشان خاطر يبقى كله مقاس واحد او سوا واحد. تمام كده اهو. هعمل ايه بقى، همشي كده ادخله على درجة حرارة 150 ونرجع لبعض تاني بعد ما نشوفه. طبعا هعمل مقدار كمان لصاج كمان. تمام كده، واحنا ندخله ونرجع لبعض تاني. بصوا يا حبايبي كده الاسبونج بتاعنا جاهز. بصوا طلع ازاي. طبعا هغطيه بفوطة علشان خاطر ايه يعرق معايا كده ويبقى حلو. تمام كده، واعرف اطلعه من الصاج بتاعي. هغطيه بالفوطة وبعد كده نرجع لبعض تاني نشوف احنا هنعمل ايه بالاسبونج. بصوا يا حبايبي احنا عملنا الاسبونج بتاعنا مع بعض، طلعنا من فرن البوتاجاز، غطيناه بفوطه وبعد كده هنشتغل فيه. يكون احسن لو تعمليه قبل منها بيوم. تمام كده. هنعمل ايه بقى، احنا عملنا هنا جناش شوكولاته او عملنا صوص شوكولاته اللي هسقي بيه التورته من فوق. بصوا عباره عن ايه بقى، لان انا عملته على البوتاجاز. حطيت كوبايه لبن وحطيت نص كريم شانتيه خام او محلى، وحطيت ربع كوبايه زيت خليتهم يغلوا على النار، وبعد كده طفيت عليهم النار. حطيت كوبايه ونص شوكولاته او قالب سما من دي كده. تمام كده، ومعلقتين او باكو نسكافيه. تمام كده، ده الصوص بتاعنا. هنعمل بقى كريم شانتيه. عندي كوبايتين كريم شانتيه وعندي كوبايه ميه اضربهم مع بعض ومعلقتين سكر. تمام كده. طبعا الميه بتاعتي لازم تبقى مثلجه. وعندي عشان اسقي الاسبونج بتاعي برضو نسكافيه مع كوبايه ميه مع معلقتين سكر. تمام كده. يلا بقى نعمل الكريم شانتيه مع بعض. احط كريم شانتيه الاول، طبعا خام يا حبايبي. ماشي، طريقه سهله جدا وهتعجبكم ان شاء الله. طبعا الميه بتاعتي لازم تكون ساقعه جدا. بصوا يا حبايبي الكريم شانتيه بتاعي، بصوا تحفه ازاي. احط عليه معلقتين من الجناش دون وهضربهم علشان احشي بيهم ايه الجاتو بتاعنا، التورته بتاعتنا. بصوا يا حبايبي انا حطيت الاسبونج بتاعي على صينيه، وهجيب سائل التسقيه بتاعي اللي انا هسقي بيه الاسبونج. طبعا انا قلت لكم معلقتين سكر، مج ميه، عليهم باكو نسكافيه. تمام كده. لو انت حابه تحطيه في ازازه وتبخي بيها مفيش اي مشاكل، بس انا بحب احط بالفرشه بتاعتي علشان خاطر ايه كده. تمام كده. هاخد بقى من الكريم شانتيه واحط. بصوا هنزل بقى بالكريم شانتيه كده. طبعا انا هسويه بالسكيبر. حبيت احط تاني بحط. تمام كده اهو. انا حطيت الطبقه دي يا حبايبي كده، حطيت عليها الكريمه. لو حابه احط شوكولاته مبشوره او شوكولاته شيبسي في النص مفيش اي مشاكل. تمام كده. انا عندي شوكولاته شيبسي مشكله بيضه على سمرة هحط منها كده. طبعا لو انا عاملاها فانيليا بروح جايه عاملاها ايه، حاطه فيها فاكهه تبقى جميله جدا. بصوا نحط الطبقه الثانيه بقى الاسبونج الثاني عشان برضو ادلسه بالكريم شانتيه وبعد كده نرجع لبعض تاني. بصوا يا حبايبي انا حطيت طبعا الاسبونج الثاني. تمام كده. هسقيه برضو بالكابتشينو او النسكافيه او اي حاجه هتحبي تسقي بيها اهو كده. بعد كده احط كريمه تاني وايه ونحط الطبقه الثالثه. بصوا يا حبايبي انا عملت الطبقه الثانيه، هحط الطبقه الاخيره الاسبونج الثالث. تمام كده، واضغط عليه كده
طبعا مش ههدر من الكريمه بتاعتي، هسوي التورتيه الاول وبعد كده ايه نحط الكريمه. بصوا يا حبايبي انا جلست كده بالكريمه، هنزل بالجناش بتاعي. بصوا تحفه الجناش ده يا حبايبي، يا ريت تجربوه. ودي يا حبايبي تورتتنا النهارده. بصوا جمال التورته جميله ازاي. طبعا انا بعد ما حطيت صوص الشوكولاته او جناش الشوكولاته رحت عامله سبورتات كده بالكريم شانتيه اللي احنا حشينا من قلبه. طبعا حطيت الكريسبي وشوكولاته مبشوره على الجناب، بس المقطع بقى النور قطع فانا حبيت اكملها عشان اوريها لكم. بصوا يا حبايبي جمال التورته، بصوا الجمال تحفه. طبعا دي تورته لابني وحبيبي ونور عيني نبيل، عقبال ما اعملها له كده في الفرح يا رب. بصوا الجمال، بصوا جمال التورته تحفه. يا رب طريقتي تعجبكم وجربوها. ما تنسونيش في اللايك والشير والدعوه الحلوه لابن حبيبي ونور عيني، واتمنى ان انتوا تعجبكم التورته بتاعتي. تكلفه بسيطه وشكل بسيط، واشوفكم على خير، اشوفكم على خير في فيديو جديد.